صبري الزملكاويه نفس ومن 5 ايام وانت في كباريه، لا مش كباريه، بار برضه في الزمالك عند فوق بريزن طالع سكران طينه وضربت ولد السايس هناك. كنا ممكن نعملها في الجهه بس هنقول برضه نلم، ده الزمالك. مش ممكن طول الليل عمال تسكر مع الكلب بتاعك وقرفنا، مش ممكن. فانا بحذره صبري الزملكاويه نفس، والكلام ده موجه لابوه. اذا كنت مش عارف تربي ابنك، لا الزملكاويه يقدروا يربوه. لان مش ممكن في بني ادم كان في كيان في يوم من الايام، بس انا هقول ايه؟ عنده 14 سنه هرب وعنده 14 سنه من الزمالك ورجع وزنه 200 كيلو. عايز ايه؟ ايوه انت فاشل، انت مدرب فاشل. واللعيبه موجوده اهو والزمالك موجودين، كنت بتيجي التدريب سكران وانا مش عايز اتكلم. بتيجي التدريب سكران بتشتم اللعيبه. ويمكن الاخ مدحت عبد الهادي كان كده في برنامج من يومين 3 قال كده، قال ميدو كره اللعيبه بتوع الزمالك في النادي. فاشل؟ عملت لي فضيحه على الهوا. طب مش انت مخلي كهرباء يراقب حسام غالي وايمن حفني يراقب حسام عاشور؟ فالولاد داخل الاثنين قالوا له ده يا ابني تعمل ايه؟ قال له اراقبك، قال له انا المفروض اراقبك. وانت هتعمل ايه يا كهرباء؟ قال له قال لي اراقبك، قال له تريبني ايه؟ ده المفروض اراقبك. في ايه؟ فعملت فضيحه على الهوا. الاسماعيلي عمل لعبت ماتش الاسماعيلي كان مغلوب قبليها وبعديها غلبت. الاهلي نفس القصه. فانا بقول الافندي اللي واخد عقد مزور وعمال يلف بيه تاني التحدي اهو. قال يا جماعه توقيعي اهو دول دي الصحفيين. لو طلع ده توقيع على عقد المزور بتحيدوه دول بيصوروه. انما لعب العيال اوعى تقرب من الكيان. اوعى تقرب من نادي الزمالك. في قطع لسان وقطع يدي.